مساء الفل. احنا قعدنا 4 سنين متحط علينا الصراحة، كل جمعة يتحط علينا، كل جمعة يتحط علينا. بس كفاية كده احتفالات بقى. احنا بقالنا اسبوعين هو عمالين نحتفل، ولا 10 ايام عمالين نحتفل كل شوية. فخلاص نهدى. انت عندك ماتش او عندك بطولة السوبر هتتلعب في الامارات. هتلعب بيراميدز الاول، كسبت هتلعب الكسبان من اهلي وسيراميكا. انت عندك بيراميدز اتقل من الاهلي. اه، بيراميدز عندهم سكواد اتقل من الاهلي والزمالك من الاثنين، وحالتهم ممكن تكون أسوأ كمان من الأهلي والزمالك. فأنت داخل على ماتش صعب، فلازم تفصل خالص الهيصة والليالي الملاح وحفلات شيكابالا واللعيبة والصور والأغاني والهيصة اللي كانت عمالة تحصل بقالها كتير قوي دي من ساعة ما كسبنا. لازم نفصل، ولازم نركز في الماتش بتاع بيراميدز. خلاص بقى المفروض احنا دخلنا التمرينات من أول امبارح تقريبا، لعيبة نزلت التمرين. فخلاص الموضوع دخل في الجد، داخل بطولة تانية، مش عايز تخسر. انت لو كسبت بيراميدز وكسبت الاهلي او كسبت البطولة دي، هيحصل بلبلة كتير، او هيبقى في ضغط كتير على الاهلي، وانت هتستريح شوية، هتبقى كسبان بطولتين قبل ما الموسم ما يبدأ. فالموضوع مهم، يعني مهم لينا ان انت تبقى زي ما الاهلي برضو مهم لينا، هو يبقى بيوترك ويبدا الدوري كسبان كسبان كسبان، وتبقى داخل عليك ضغوطات ان انت عايز تكسب وعايز تثبت وعايز احنا كمان كده نعمل كده. انت عندك افضليه، انت كسبان وطالع من مكسب، فلازم تركز اكتر ويبقى في زي نفس الروح والحماس اللي انت عايز تعمل بطوله تانية، تعمل البطوله التانية دي وتكسبها. خلاص. لنفس الوقت هتلاقي الاهلي داخل عمال بيكسر في اي حاجه عشان يعوض البطوله اللي خسرها، مع انها مش من نفس الحجم طبعا بتاع السوبر الافريقي، بس برضه باسمه كسب برضه بطوله من الزمالك في اسبوعين، فالدنيا تهدى شويه، لكن مش نفس مستوى بطوله افريقيا. بس على الاقل يبقى حافظ شويه على ايه، على البطولات الرايحه جايه. بس لو الزمالك كسب هتلاقي الموضوع بهوأ، هتلاقي الموضوع فيه ضغوطات على الأهلي كتير وعلى اللعيبة كتير، هيدخل الموسم وكولر هيبقى فيه ضغوطات عليهم كتير قوي قوي قوي، وده الصح اللي انت تعمله، ان انت تبقى عندك ضغوطات تديها للمنافس بطريقة غير مباشرة. فانت تركز اكتر وتلم اللعيبة، واللعيبة تتلم كده وتهدى شوية، وتبطل اغاني وتبطل برامج وتبطل حفلات، والدنيا تهدى شوية كده، وركز عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ايه في البطولة اللي جاية دي ان شاء الله. شكرا.